اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفة جديدة من وصفاتي، واللي لسه ما يعرفنيش انا روز. يا ريت بقى تدخلوا تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من روز. الوصفة النهاردة شوفوا شكلها جميل جدا بيشهي ولا اروع من كده. الصينية دي عملتها صينية جبارة، صينية روعة، صينية مفيش احسن من كده في شكلها ولا في طعمها ولا في حلاوتها. الصينية دي عملتها بحلويات المذبح، وعملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطلعت النتيجة في الاخر روعة. كانوا بيتخانقوا على السندوتشات حرفيا من حلاوتها، من جمالها، وسهله جدا. وعمايلها مفيش اسهل ولا اسرع من كده بقى، وتنفع معاكي غدا، وهي غدا ما بحبهاش عشاء، تبقى غدا وغدوايه كمان متينه. عشان ندخل نشوف الوصفه دي اتعملت بايه واتكونت بايه. قبل ما ندخل بقى على الفيديو، تعالوا في يوم الجمعة المبارك وآخر جمعة من شهر شعبان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، نصلي على الرسول في يوم الجمعة ده. لعلها تكون صلاة تفريج هموم، لعلها تكون صلاة ينفك بها الكرب، وربنا يسعد كل قلوبكم يا رب، ويبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. جبنا بقى الفشة والطحال والايه والقلب، وجبنا الكبدة. طبعا الكبدة معلش الفيديو التصوير بتاع الكبدة ما جاش لان هي كانت لوحدها في طبق لوحدها. فجبت الحلويات بقى بتاع المذبح دي، معرفش انتوا بتسموها ايه، ايا كانت بقى، كل بلد لها وصفه وكل بلد لها كلام معين فاكتبوا لي بقى في الكومنت انتوا بتسموها ايه او بتقولوا عليها ايه. هي بقى الاعضاء انا جبتها بتاعه المذبح، اللي هي الفشه والطحال والكبده والقلب بتاعها بتاع الذبيحه. فالوقت بقى انا جبتها وبدات بقى انا قطعتها بقى ايه عصافيري كده صغيره، ونزلت بيها في الميه بتاعتي اغليها، بس اديلها غلوه وهصفيها من الميه بتاعتها. في الاول الميه الاولانيه دي هتطلع ريم وهتطلع حاجات كده مش كويسه، فانا هتخلص منها. دلوقتي انا سلقتها السلقه الاولانيه، اسكت ما اسكتش، جبنا برضو ميه مغليه تانية ورحت نازله بالحاجات اللي انا سلقتها. ايه اللي بيتسلق بقى يا روز؟ الفشه والكلاوي. الفشه والكلاوي بس اللي بسلقهم، القلب مش بيستحمل والكبده ما بتستحملش في النار، يعني مجرد تشويحتين 3 كده خلاص هي بتستوي. اما الفشه والطحال بيغيبوا شويه. اظبط بقى الميه بتاعتي، هعملها معامله الشوربه كويس جدا ولا روره، وطماطمايه بصله فص مستكه، وكمان بقى لو موجود جوز الطيب وفلفل اسمر وشويه ملح. حابه تحطي بقى جزر فلفل، ده رجع يذوقك انت وارجع لايه لتكنيكاتك انت يا ست الكل يا قمر. وبس كده هسيبهم بقى ايه يستووا مني 3/4 سويه كده على النار دي، وبرضو هتخلص من الميه بتاعتهم وهصفيهم ويبقوا جاهزين بقى ايه ان انا اشوحهم واشتغل بيهم في الصينيه بتاعه القمر اللي انا هعملها دي، صينيه الوحوش، الصينيه الجباره، الصينيه اللي محدش يقدر يقاوم فيها ابدا. طبعا لو موجود عندك ليا، بدل ما انا نزلت بالزيت كده او بالماده الدهنيه، انزلي بالليه. اللي هتوديها في مكان تاني، هتنزل السمين بتاعها مش هتستخدمي لها اي زيت خالص نهائيا. بعد كده انا بوريكم القلب بتاع الذبيحه نزلت بيه الاول، ده بقى القلب اللي نزلت بيه الاول ده. القلب يتشوح معايا وياخد صدمه كده، واوديه بقى في الطروف بتاعه الصينيه، وانزل بالحاجه اللي انا عايزه انزل بيها التانيه. حبيبي يا رسول الله. بعد كده نزلت بالطحال اهوت. طبعا يعني اقول لكم بقى مستوي 3/4 سوي ولا هياخد سوي، يعني هو تقريبا السوا كله كده جاهز معايا ان هو كله هيستوي في التشويح مع بعضه، سواء القلب او الكبده او الطحال او الفشه. وبعدين نزلت بالفشه برضه اهو. واوعي تنسي بهاراتك يا ست الكل يا قمر. البهارات بتاعتي نزلت بيها كمون، فلفل اسمر، جوز الطيب مبشوره، وبهارات اللحمه، وممكن معلقه من ال7 بهارات، والملح تظبطي. دي البهارات. انا بقى كنت عامله طبق كده في جنب. اوعي تنسي التوم. صينيه زي ديت
بتحب التوم، بتعشق التوم. فانا كنت ضاربه بقى، يعني اقول لك راس او راسين توم في الكبه بتاعتي، مع فلفل سبايسي، مع فلفل بارد، مع ايه، مع ليمونه. وكل لما بنزل بحاجه لازما ايه اطش طشه كده بالمعلقه، وشمي وعيشي وعيشيني يا ست الكل يا قمر. الريحه بقى تطلع بقى، بصي تفحفح في المكان وتخلي المكان كله ايه. ديت الكبده بتاعتي، وخليتها للاخر خالص، لان زي ما انتوا عارفين الكبده ما بتغيبش على النار، ولو غابت على النار بتجلد. بس كده انا نزلت بقى بالكبده بتاعتي. اوعي تنسي الرشه اللي انا عملتها في الاول، اللي هي اللي انا هرساها هرسه التوم، تقومي نازله بيها. تش دي الله عليها، الله عليها لما بتش. اسمعوا بقى الصوت معايا وعيشوا وعيشوني. اه لو كنتوا مكاني وشميني اللي انا شماه. بس كده ايه، هنقلب بقى، هنسيبها بس تتصدم صدمة على النار، ونقلب كل المكونات القمر اللي احنا حاطينها دي مع بعضها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما خلوا قلوبكم عامرة بذكر الله. لا إله إلا أنت سبحانك. نزلت بقى بفلفل أخضر، فلفل سبايسي، البصل بتاع الجوليان القمر الجميل ده. واوعي تنسي الرشة اللي أنا عملتها بالثوم، بالثوم بالفلفل السبايسي، وتروحي نازلة عليها. الكلام القمر ده هتديله تقليبة بقى وقلبي. ايه ده، ايه الحلاوة دي، ايه الصينية دي، صينية الوحوش العملاقة، صينية الجبابرة، صينية جميلة كده، صينية تحفة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبق طحينة مع السلطة الخضراء بالسماق، مع مع ايه كمان، مع شوية جرجير اخضر. وبس كده، هي الصينية ما عادتش محتاجة اي حاجة اكتر من كده. بس رشة ايه، كزبرة او بقدونس زي ما تحبي على الوش. وطبعا ايه الحته بتاعت البهارات ما جاتش، وانا اكدت لكم ان انتوا لازم تحطوا بهارات. اوعى تنسوا بهاراتها، لان هي دي اللي هتطلع لكم برضو الريحه بتاعتها. وبس كده. ايه رأيكم في الصينية دي؟ جربوها وقولي رأيكم ايه. طيب إيه يا ترى بقى انتوا بتتابعوني من انهي بلد؟ حبايبي ومتابعيني العزاز على قلبي، صراحة كل متابعيني اللي موجودين معايا في القناة، انا بحبكم جدا في الله، ناس محترمة وبعزهم كلهم. إيه بتتابعوني بقى من اي قناة يا ترى بقى؟ الحلويات بتاعت المذبح، او الفش والكلاوي والكبدة والقلب بتسموها ايه؟ قولوا لي بقى في كلمة حلوة او في وصف حلو او في كومنت حلو، يا ترى اسماءكم ايه عشان نعرف لغتكم ايه وبتسموها انهي تسمية. بدأت اعمل السندوتش بقى، العيش الردة اللي بالردة السخن ده، قمر قمر. هي الاكله دي عايزه عيش بالرده، مش عايزه اكتر من كده. بتحطي بقى معلقتين 3 في قلب السندوتش، مع ايه، مع جرجير، مع رشه سلطه خضراء، مع ايه، عودين جرجير. بس السندوتش متكامل، كامل في جميع مواد الغذائيه، جميل جدا، حلو جدا. يا سلام بقى، وبألف هنا.